اهلا وسهلا بيكم، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من الفيديوهات اللي فاتت، بقالي كتير ما صورتش معاكم. بس معلش تعبانه زي ما انتم سامعين كده صوتي. عندي برد مش قادره اقول لكم، الجيوب الانفيه عامله عمايلها. مبدئيا كده ربنا بقى يسهل كده، والدور ده يعني اروح يخف من عندي. عشان انا متدمرة خالص، يعني جسمي وكله يعني. ادعولي بقى. طبعا البيت، انا كنت قاعدة عند اختي بقالي كام يوم. وطبعا ده حال البيت بعد ما رجعت من عندها. طبعا انا رجعت من عندها بقالي كام يوم، بس بصراحة ما صورتش. حتى البيت ما عملتهوش، كنتش قادرة زي ما بقول لكم كده تعبانة. فالنهاردة قلت لا، مش قادرة بجد. لازم حتى على الاقل يعني الحاجات اللي هي العادية، ان انا اغير حتى ملاية السرير، المع الشباك. الحاجات دي كلها انا متعودة ان انا المع الشباك كل يوم، وارش عليه كده بالبريكس. عشان زي ما قلت لكم الدبان ودودو بتقف هنا وبتحط ايديها على الشباك. المهم، همسك الشباك كده ألمعه زي ما متعودة معاكم أعمله. طبعا أنا هنا كان بقاله فترة ما اتعملش. زي ما قلت لكم أنا كنت قاعدة عند أختي بقالي كام يوم، قاعدة مع عندها يعني كام يوم وكده. فيا دوب أنا أول ما جيت برضو ما عملتش حاجة في البيت برضو. قعدت لي يومين كده برضو ما عملتش حاجة. البرد مخليني مش قادرة خالص ان انا اقوم اعمل اي حاجة، يا دوب بعمل الاكل واجري من المطبخ، والله زي ما بحكي لكم كده. آه، فبصراحة مش قادرة انام على ملاية. انا كنت مغيراها قبل ما امشي ومحدش ينام عليها، لان محمد ما كانش بينام في الاوضة دي، فانا غيرت الملاية على اساس ينام عليها تبقى نظيفة. بس هو ما نامش عليها، بس برضو حاسة ان انا لازم اغيرها. المهم يعني ان انا غيرتها. وهتشوفوا بقى معايا في الفيديو التفاصيل يعني. بصوا الدبان واقف على السلك ازاي اهو كده. الدبان ده كانت بره ورا الازاز. بس البريكس ده خطير. بيخنقه كده، بحس ان هو بيخنق الدبان. طبعا هنا احنا كنا نايمين على الملاية، فهغيرها بقى خلاص. كان عليها شوكولاتة بقى يعني دودو دمرتها. هي كانت نظيفة، وقلت مش هغيرها وهنفضها بس كده وخلاص. عشان يعني محدش كان نايم عليها، فما ينفعش، لازم قبل ما انام على حاجة ان هي تتنفض 3 مرات. و... وتقولوا تقريبا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او حاجة زي كده، وتناموا. فطبعا هي علشان كانت نظيفة فاحنا نمنا عليها وعملت كده. انما بقى لما ابتدى لما دودو بقى لعبة البخت فيها وقعد بسكوت والكلام ده كله، فكان لازم بقى ان انا خلاص بقى اشيلها. حطيت بقى الملاية النظيفة دي، قلت خلاص بقى ما بديهاش. احط ملاية نظيفة الواحد حتى ينام مرتاح. ويعني نبقى نايمين كده واحنا مفيش بقى ولا فرفوتة ولا الكلام ده كله. لان انا عندي البسكوت ده بيضايقني لما بيكون على السرير، وهي ما بيحللاش تاكل البسكوت غير وهي قاعدة على السرير، فحاجة فظيعة. المهم كده انا خلاص غيرت ملاية السرير. كنت جايبة كده على التلفزيون، مش عارفة كان في فيلم شغال ولا اعلانات، مش فاكرة. تقريبا الفيلم خلص يعني، بس انا كنت متابعة يعني كانوا بيتكلموا على شادية. وقاعدة بقى متونسة كده بالتلفزيون. قلت بقى بما اني اللي غيرت ملاية السرير، اولا الغسالة بالمرة واخلص، عشان مش عايزة اكوم جبل هدوم. يعني ما يبقاش الواحد تعبان وعنده غسيل وعنده. عايزة اقول لكم ان انا الحوض عندي مش مخلية فيه معلقة، بسبب اني مش عايزة اكوم هم على قلبي ان انا افضل واقفة في المطبخ بعمل كمية مواعين. فبجد لما بيكون حد تعبان الحاجة حتى لو بسيطة بتبقى تقيلة عليه. فاول ما معلقة تتوسخ كوباية بجري على طول اعملها، ما بستناش ان هي يتحط عليها حاجات تانية وتتكوم عليا، وبدل ما اقف ربع ساعة اغسل مثلا اطباق، لا ما كملش دقيقة واكون غاسلة الكوباية وخارجة من المطبخ وبس، وبعمل الاكل وخلاص، والدنيا حواليا نظيفة. يعني على قد ما اقدر ان انا بقى اهم حاجة المطبخ، يعني المطبخ ده لازم يبقى زي الفل. والاوض بقى على قد ما نقدر، اهم حاجة ما تكونش لعب كده مرمية في الارض.
الكلام ده كله. ملايات السرير طبعا تبقى نضيفة عشان نعرف ننام عليها. طبعا هنا انا السجادة دي هشيلها خلاص. بصوا هي نضيفة بس عليها بقى فرافيت، فانا هعمل ايه؟ هضطر ان انا ابرمها واشيلها علشان خاطر عشان خاطر بقى ايه، نسيب البيت كده يعني من غير سجاد احسن. يعني الجو حر، وكمان يعني ايه، انا عايزاها تبقى سهلة كده كل يوم تسييقة وكنسة وخلاص. ويمكن كمان الايام اللي جاية بقى ايه، بس ما دودو تخف عشان هي كمان واخدة دور برد. لما رحنا البحر هي بردت، فانا هعمل ايه، قلت خلاص لما هي تبقى كويسة كده وتخف عشان عندها سخونية جامدة، فهشيل بقى السجاد كله، وان شاء الله بقى نقلعها البامبرز وايه، تتعود بقى تخش الحمام لوحدها. يعني نخليها تعمل حمام وتقلع البامبرز بس. فطبعا ايه, لازم عشان اعمل خطوة زي دي لازم طبعا تكون الشقة كده على البلاطة. بس ففي جميع الاحوال، اسهل لي في ايه بقى، ان انا إيه يعني كل ما احب امسح يلا بالموب كده بسرعة وخلاص واخلص، يعني ما تبقاش فيها كعبلة. لميت كده. زي ما قلت لكم السجادة كانت عليها فتافيت، ما كانتش عليها حاجة غير فتافيت، وهتشوفوها دلوقتي حبة صغيرين اهم، هما دول اللي طلعوا بس. وبتاع ده وبر كده وحاجات كده. يعني خلاص انا كده كنستها واخدها تلميع وكده. الأوضة كده خلصت، وهسيبها على السيراميك، مش هفرش سجاد ولا اي حاجة، هسيبها كده طبعا ترطب علينا وتبقى الدنيا حلوة. بس خلاص كده هلمع بقى بالموب كده الارض. كنت حاطه شويه بريكس في الارض، ممكن تكون مش باينين معاكم، بس انا حاطه بريكس في الارض لمعت بيه الارض عشان خاطر ايه، تبقى الارض نضيفه كده، لو في بقعه لو في حاجه كده. وهاخد برضو ورا الطاقه بتاع ده الباسكت بتاع الغسيل، وهاخد بقى كله ورا المروحه وكل حاجه كنت بعمل وراهم. بس خلاص كده الأوضة خلصت في ثانية، ما غبتش فيها بصراحة. كانت قرفتها حلوة يعني، كل حاجة لمعتها والشباك متلمع، ودي أحلى حاجة إن كل حاجة متلمعة. بس خلاص كده الأوضة خلصت اهي وبقت زي الفل، وزي ما قلتلكوا الشباك لمعته والسرير نضيف وحلو قوي. بس كده مفيش الا مناديل وكيسة العلاج بتاعي وخلاص. بس كده الأوضة. بصوا أنا هنا بوريكم إن أنا هضلمها، هنا ولعتها تاني. بس المراية بقى اللي عايزة تتلمع خلي حد من العيال يعملها، لأن دودو لعبة البخت فيها. هنا كان جوزي جايب شوية فاكهة من بره، وكان جايب عنب ومانجا. عايزة أقول لكم الفاكهة كانت خطيرة، كان طعمها حلو قوي. بصوا العنب، والعنب كان مسكر قوي قوي. فطبعا بصوا العنبية كانت عاملة ازاي. فانا همسك بقى الفاكهة دي اغسلها. العنقود كده كان شكله جميل قوي، بصوا. فانا هفتح عليه المية واحط عليه حبة خل واسيبه كده منقوع شوية. طبعا بتغسل كذا غسلة في غسلة عشان الحاجات دي بتبقى لما طين كتير، وطبعا في دبان والكلام ده كله، فخلي بالكم من الفاكهة اغسلوها كويس. بس فتحت عليها المية، وطبعا هحط خل، وانا عندي الخل اللي هو هاينز ده مركز، فمش بكتر برضو. بحط كده الخل واسيبه كده منقوع بالميه، بيبصوا بينزل اي اتربه في الحاجه وبيعقمها. بصوا بقى المانجا هنا، عايزه اقول لكم كانت منزله السكر بتاعها، يعني الاسود ده السكر بتاعها مش قادره اقول لكم، كانت خطيره. وسكر طعمها قد ايه، بصوا ده العسل بتاعها. والله يا جماعه تتاكل اكل كده من غير ولا سكر ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم احنا كنا جايبين يعني العيال كلوا الكميه دي كلها، ومحمد قال لي لا انا عايزك تعملي لي عصير ويحط فيه تلج. فانا عملت مانجتين، عملوا لنا شفشق كبير لان المانجا كبيره ومليانه لحم كتير. بس المهم ان هي طعمها زي السكر،
بجد خطيرة خطيرة خطيرة، من احلى الفواكه بتاعة الصيف. بالنسبة لي انا يعني المانجا والكاكا. انا بحب الكاكا قوي، بس هي لسه طبعا ما نزلتش. المهم هجيب بقى الخل كده على المانجا والعنب زي ما قلت لكم. وكده كده المانجا انا بغسلها بالواحده وبشيلها في التلاجة وخلاص، ما بتاخدش معايا وقت. وهنقع بقى كده. وتعالوا نشوف الغدا بتاعنا. بس بعد ما لقيت السكر العلبه دي كانت بتاعت بوهيه. بس ما بتبقاش البوهيه فيها، دي بتبقى فيها كيسه، فبتبقى نظيفه. فانا بمسكها كده بخليها للحاجات اللي زي كده. اما يكون عندي سكر بكمية زي كده، كان عندي اكياس السكر دي بتاعت الشهر اللي فات. فبصراحة الكياس دي بتعمل لي كعبلة وبتبهدل الدنيا، وبتوقع سكر كتير في الارض وفي الكياس، وبتبهدل الدنيا. فانا لما اول ما بحس ان العلبة فضيت بروح ماسكة الكياس وفتحاها واحط سكر. بصوا السكر ابيض ازاي بوريهولكوا. بس وبفتح الكياس وبروح حطاهم جوه العلبة دي بتحفظها لي. واما السكرية يعني البرطمان السكر بيبقى عايز مثلا يبقى خلاص فدي بحط تاني والدنيا بتبقى جميلة وحلوة. بس انا كده خلصت اهو السكر. فاضل كيس بس هحطه وخلاص كده انا بريح نفسي من الكعبلة. يعني مش بحس ان في ورايا كركبة. مش بحب كمية الكياس اللي بتبقى محطوطة دي. بحس ان كده انضف واروق. لما بحب احط بعمل بالمكيال. عارفين المكيال المعيار اللي هو الكبير ده؟ انا كنت جايبه مكيال كده، فانا مش بصراحه مش بستعمله. فقلت خلاص انا هعاير بيه بصراحه رز يعني كوبايه الرز هي موجوده عندي، بس انا ممكن اعاير بيها رز وسكر اهي اللي هي اللي في ايدي دي. بخليها كده وبتخش جوه البرطمان، فبتبقى حلوه قوي، بتساعدني ان انا ايه اعمل بيها السكر. بس خلاص كده هقفل بقى الغطا وخلاص كده انا خلصت، روقت على نفسي. تعالوا بقى نشوف غدا النهارده. ده كان فراخ مشوية في الفرن. عايزة اقول لكم تتبيلة وطعم حكاية. وعملت شوية رز اصفر وصينية بطاطس برضو. وكانت اخت جوزي جايبالي البتنجان المخلل ده، كانت بعتهولي، كان خطير بجد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم فيديو جديد. مع السلامة.